يا اهلا بيكم. فيلم النهارده اكشن درامي من العيار التقيل، بس مطلوب منك انك تركز في الفيلم ده شويه وما تحكمش عليه من اوله لان نهايته هتوديك في حته تانية خالص. لكن قبل ما ابدا الفيلم حابب افكركم باللايك الجميل، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها علشان يتابع معايا اقوى وافخم الافلام. وعلشان ما اطولش عليكم يلا كلنا نذكر الله ونصلي على النبي ونبدا الفيلم. بيبدأ الفيلم بفكرام، وده بيكون ضابط شرطة ونشيط جدا في شغله، وبنشوفه هو بيقتحم هو وفريقه مكان مهجور علشان جاله بلاغ ان فدية المجرم الخطير اللي مدوخه وراه موجود فيه. وبيكون في فريق فكرام واحد اسمه ديباج، وده بيكون خواف واول مرة يطلع مهمة مع فكرام. ولما فكرام بيدخل بفريقه على المكان بيلاقي جواه افراد عصابة لواحد اسمه مانو، وفكرام وزميله عباس بيضربوا رصاص عليهم وبيقدروا ان هم يموتوهم ما عدا واحد بس منهم. ولما فكرام بيسأله عن مكان فدية الشخص ده ما بيرضاش ان هو يتكلم وبيترجى فكرام ان هو يسيبه، لكن فكرام ما كانش ليه في العواطف وبيديله طلقة في نص دماغه وبيخلص عليه. لكن قبل فكرام ما يمشي من المكان بيلاحظ ان في واحد من الناس اللي قتلوها مش معاه سلاح، وبكده فكرام هيتحط في ورطة لانه قتل واحد اعزل من غير سلاح بدون وجه حق، وكان ممكن كده ان هو يتعرض للمساءلة القانونية. لكن فكرام ده ما كانش في اي حاجة بتقف قصاده، وبيفكر بسرعة وبيروح يجيب مسدس كان متصادر في قضية تانية وبيضرب رصاصة منه في دراع واحد من فريقه، وبعدها بيحط المسدس في ايد الشخص اللي قتله، وبكده اثبت ان هو اللي ضرب نار عليهم في الاول علشان كده قتلوه. وبعدها بيعدي الوقت وفكرام بيرجع على بيته وبيلاقي مراته بيريا في انتظاره، وبنعرف ان هي شغاله محاميه وبيحبوا بعض جدا. وبعدها بيكونوا هما الاتنين معزومين على العشاء في بيت عباس، لكن فجاه ابن عباس بيتعب وهو قاعد معاهم، وبنعرف ان الولد ده عيان بمرض خطير ومحتاج فلوس كتير علشان يتعالج بيها. وتاني يوم بنشوف فريق فكرام وهما بيتكلموا مع بعض على فدية وانه ازاي بقى مجرم محترف، وكانوا مستغربين ان هما لحد دلوقتي مش عارفين يمسكوه، وكانوا كل مره بيروحوا يقبضوا عليه بيرجعوا من غيره. وفي الوقت ده فكرام بيوصل وبيشوف زميله راجا وهو بيركن الموتوسيكل الجديد بتاعه، بيكون مستغرب جدا ان راجا جاب موتوسيكل زي ده لانه غالي جدا، لكنه مش بيشغل باله وبيهنيه وبيقول له ربنا يبارك لك فيه. وبعدها فكرام وفريقه بيقابلوا رئيسهم اللي بيبلغهم ان فدية اكيد هيحضر جنازة مانو، وبيقول لهم لازم تكونوا مستعدين المرة دي علشان تقبضوا عليه لان الموضوع بوخ جدا وشكلكم بقى وحش قدام السلطات. وبعد شوية فكرام وديباج بيوصلوا على المكان وبيلاقي مجموعة شباب من ضمنهم جاكو ابن مانو، ولما جاكو بيشتم فكرام ديباج بيرفع السلاح في وشه، لكن فكرام بيسيطر على الموقف وبيقول لديباج ينزل سلاحه. ومن خلال كلام فكرام مع جاكو بيعرف منه ان هو طالب في مدرسه وانه ما عدلوش حد بعد موت ابوه، وفكرام بيكون متاثر جدا وبيقول له انا هتكفل بكل مصاريفك، وبيوصله للمدرسه. وبيكون مقتنع جدا ان الولد ده ملوش اي ذنب وانه مش مجرم زي ابوه، وان لو سابه كده احتمال كبير يمشي نفس سكه ابوه يبقى مجرم. ولما رئيسهم في الشغل بيعرف اللي حصل ده مش بيعجبه الكلام، وبيقول لفكرام انت فشلت في القبض على فيديا، وبيتهمه هو فريقه بالتقصير. وبعدها بيعدي الوقت وفكرام وعباس بيروحوا لصاحبهم سيتيا، وبيعرفوا منه انه ورث قصر كبير لكنه قديم ومحتاج مبلغ كبير علشان يتصلح. وتاني يوم فكرام بيكمل شغله مع فريقه وبتجيلهم معلومات جديدة بمكان فدية، وكالعادة فكرام بيجهز فريقه وبيطلب كمان فرقة قوات خاصة علشان تساعدهم. لكن كانت المفاجأة لهم قبل ما بيتحركوا من مكانهم انهم بيلاقوا فدية جاي وبيسلم نفسه ليهم، وعلى طول الفريق بيقبض عليه وبيدخلوه غرفة التحقيقات، وكل ضابط بيدخل يستجوبه شوية لكنه مش بيرضى يتكلم مع اي حد على الرغم ان هو اللي كان مسلم نفسه. وفي الاخر فكرام بيقرر انه ينهي الحوار ده وبيدخل يستجوب بنفسه، والغريب ان فيديا بيتكلم معاه لكن بيتكلم بكل ثقة وبرود وهو مبتسم. ولما فكرام بيسأله انت ليه قتلت 16 واحد قبل كده، فيديا بيقول له على فكرة مفيش فرق بيني وبينك، انا قتلت 16 واحد وانت قتلت 15 مجرم، يعني لا تعايرنا ولا عايرك احنا الاتنين قتلة. وبعدها فيديا بيبدأ ان هو يحكي لفكرام وبيقول له من 13 سنة حصلت جريمة اختطاف طفل، والطفل ده كان يعتبر من اثرياء المدينة، والجماعة اللي خطفته طلبت من ابو فيديا 10 مليون روبية. وفي الوقت ده المدينة كلها كانت تحت حماية واحد اسمه بارشور، وده كان يعتبر كبير المدينة والمسيطر عليها هو وفريقه. وفيديا كان لسه منضم لفريق بارشور وحب كده انه يعمل حركة علشان يثبت ولاءه ليه، وخد كام واحد كده من رجالة بارشور وراح على مكان العصابة اللي خطفت الطفل، وقدر انه يعلم عليهم ورجع الطفل لاهله. وطبعا دي بتكون مفاجأة كبيرة لبارشور، وعرف وقتها ان فيديا شخص مش سهل، وقرر انه يخليه دراعه اليمين والمساعد الخاص بيه في كل اعماله. ومن ناحية تانية الكلام ده مش بيعجب رافي، وده كان صديق بارشور والمساعد بتاعه، وكان امر طبيعي ان هو يحقد ويغير من فيديا. وبعدها بنشوف واحد اسمه بابلو وده تبع فريق بارشور، وبنلاقيه
وبيلاقي مجمع شوية أطفال وبيوزع عليهم أكياس مخدرات علشان يعلمهم إزاي يوزعوها، ومن ضمن الأطفال دي بيكون واقف شتاك، وبنعرف إن هو يبقى أخو فيديا ومعاه بنت اسمها شيندا. ولما فيديا بيشوفهم واقفين بيتضايق وبيطلب من شتاك إن هو ياخد شيندا ويمشوا بسرعة، وبعدها فيديا بيقعد معاه وبيطلب منه إن هو يركز في دراسته ويبعد عن سكة بابلو لأنه يمشيه في سكة هيكون آخرها السجن. وبعد كام يوم بابلو بيوزع الأكياس تاني على الأطفال، ولما بيجي يدي كيس لشتاك، شتاك بيفتكر كلام فيديا وبيرفض إنه ياخد الكيس من بابلو، لكن شيندا بتوافق إن هي تاخد الكيس من بابلو بعد ما بيعرض عليها ضعف المبلغ اللي اتفق عليه معاها قبل كده. بس للأسف الشرطة بتشوفهم وبتجري وراهم، ولما بيظبطوا كيس المخدرات مع شيندا، شتاك بيضطر إن هو يبلغ عن بابلو وبيقول لهم هو اللي بيوزع الأكياس دي، وبعدها الشرطة بتقبض عليه، لكن بارشور بيقدر إن هو يخرجه بكفالة، لكنه طبعا بيكون خسر كل البضاعة اللي معاه. وبعدها بابلو بيتكلم مع واحد اسمه سينج وبيقول له إن شتاك أخو فيديا هو السبب لأن هو اللي بلغ الشرطة، وبيكون متعصب جدا وبيروح لمكان شتاك وهو متضايق وبيمسك سيخ حديد وبيضربه في إيده. ولما فيديا بيعرف اللي حصل لأخوه بياخد آلة حادة وبيمشي بيها وبيسأل فيكرام لو كنت مكاني كنت هتقتل مين الأول، بابلو ولا سينج؟ وفيكرام بيجاوبه وبيقول له كنت هقتل سينج لأن هو اللي سخن بابلو إن هو يأذي أخوك. وفيديا بيضحك وبيقول لفيكرام إن تفكيرهم شبه بعض لأنه بالفعل خلاص قتل سينج. وبعدها فيكرام بيتفاجئ بمراته بيريا جاية وهي معاها بابلو، وفي الوقت ده بنعرف إن فيديا خلى بابلو المساعد بتاعه، وفيكرام بيتصدم لما بيعرف إن بيريا جاية تدافع عن فيديا بصفتها المحامية بتاعته، وبتطلب كمان إنه يخرج بكفالة وبتقدر إن هي تخرجه. وفي الليل فيكرام بيتخانق معاها وبيقول لها أنت إزاي تمسكي قضية مجرم زي ده، وبيطلب منها إن هي تنسحب وما تكملش في القضية دي لأنه مش عايز يخسرها، لكن بيريا بتكون عنيدة وبتطلب من فيكرام إن هو اللي يسيب القضية دي لأنها هتكمل فيها ومش هتسيبها أبدا. وفي وسط كلامهم بتيجي مكالمة لفيكرام وبيكون صاحبه عباس هو اللي بيتصل بيه وبيقول له إن هو يروح يقابل بنت اسمها شيندا لأنها اتصلت بيه وقالت له إن عندها معلومات عن عملية تهريب كبيرة واللي هيقوم بيها هو فيديا. وهنا بيفتكر القصة اللي فيديا حكاها له بإنه هيقتل الشخص اللي كان السبب في موت أخوه. وفي الوقت ده بيحس إن في خطر على حياة عباس وبيروح على العنوان اللي خده، وكانت الصدمة ليه لما بيوصل وبيلاقي إن جثة شيندا موجودة على الأرض وبيكون في إيدها مسدس متصوب ناحية عباس اللي بيكون هو كمان مقتول برصاصة في دماغه. وطبعا فيكرام بيكون زعلان جدا على صاحبه وبيروح على بيته وبيبلغ مراته إن جوزها مات وبتنهار من الصدمة وفيكرام بيواسيها. وبعد مرور الوقت فيكرام بيقول لمراته إن هو متأكد إن فيديا هو اللي قتل عباس، لكن بيريا بتجيب مستندات تثبت فيها إن هو كان بيحضر فرح في مدينة تانية، وبتدي للمفتش كمان تذكرة القطر وحجز الفندق اللي هو كان فيه. وفيكرام بيرجع يتعصب عليها تاني بسبب دفاعها عن فيديا، والمفتش بيقول له إن تقرير الطب الشرعي أثبت إن الرصاصة اللي اتضرب بيها عباس كانت من مسدس شيندا. وبعدها فيكرام بيقرر إن هو يتجسس على تليفون بيريا لحد ما في يوم بتتصل بفيديا وبتطلب منه إن هو يقابلها علشان كانت عايزاه يمضي على شوية أوراق خاصة بالقضية. وفي الوقت ده فيكرام وفريقه بيكونوا ماشيين ورا عربية بيريا لحد ما بيلاقوها وقفت جنب عربية وبتتكلم مع الشخص اللي سايقها، وبعدها العربية دي بتمشي بسرعة جدا وفيكرام بيفضل يطاردها لحد ما بيدخل في منطقة عشوائية، وفيكرام وفريقه بينزلوا من العربية وبيحاولوا يعرفوا طريق فيديا، لكن فيديا بيكون أسرع منهم وبيخرج من مكانه وبيمشي على أسطح البيت وبيقدر إنه يخرج من المنطقة كلها لحد ما بيوصل عند مخزن الإطارات، لكنه بيتفاجئ إن فيكرام حصله وبقى قدامه. وفيديا بمنتهى البرود بيستفز فيكرام وبيقول له إن هو زعل على موت صاحبه عباس، وفيكرام بيكون متضايق وبيمسك فيديا وبيفضل يضرب فيه وبيرفع عليه سلاح وبيقدر إنه ياخده في العربية بتاعته وبيمشي بيها من المنطقة لحد ما بيوصل لغابة ما بيكونش فيها أي حد، وفيكرام بينزل فيديا من عربيته وبيستعد إنه يضرب عليه النار ويقتله، لكن الغريب إن هو بيلاقي فيديا بيضحك وما كانش همه أي حاجة، وبيقول لفيكرام أنت دايما بتحكم غلط على الأمور اللي بتحصل قدامك وإن عقلك ده صغير لأنك مش بتقدر تشغله بالقدر الكافي. وبيبدأ فيديا إن هو يحكي له عن قصة تانية، كنت موجود في مدينة وبتفق مع الشخص اللي داخل الانتخابات إن هو يخلصه من المنافس اللي دخل قدامه مقابل مبلغ كبير، وفعلا بعدها فيديا بياخد شنطة الفلوس وبيمشي بيها هو وصاحبه سامو، لكنهم وهم في الطريق بيطلع عليهم أفراد عصابة عايزين ياخدوا منهم الشنطة ويقتلوهم، لكن طبعا فيديا مش بيرضى إن هو يسيب الشنطة كده بالساهل وبينزل يضرب في العصابة دي لحد ما شتيك بيشوف فيديا وبيروح يضرب معاه لكنه مش بيسد قدامهم وبيتضرب من العصابة. وفي الوقت ده فيديا بيتضايق أكتر وبيفضل يضرب في كل الموجودين لحد ما بيخلص عليهم، وبعدها بيقول لشتيك إن هو ما يحاولش يتدخل تاني في أي خناقة حتى لو شافه بيتضرب قدامه. وشتيك بيبدأ يتكلم مع فيديا وبيقول له إن هو مش حابب يشوفه في الطريق ده، وبيفضل ينصحه إن هو يبعد عن سكة الإجرام لأن آخرها السجن أو الموت، وبيقول له كمان إن هو بدأ يعمل مشروع لنفسه علشان يكسب منه بالحلال. وبعدها فيديا بياخده وبيروح المشروع اللي بيكون عبارة عن مطعم صغير، وشتيك بيعرض عليه إن هو يشاركه فيه ويسيبه من سكة الإجرام دي، وفيديا بيكون فرحان بأخوه وبيقول له إن هو يحاول يفكر في كلامه. وبعدها بنشوف شيندا اللي بتكون مرات شتيك شغالة معاه في المطعم، وبتبقى على طول متضايقة إن شتيك دايما محتاج لأخوه مش معتمد على نفسه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وبعدها فيديا بيتكلم
مع صاحبه وبيقول له ان اكيد في شخص عارف ان شنطة الفلوس معانا وانه بلغ العصابة علشان تسرقنا. وبعد شوية فيديا بيروح لبرشور وبيسلمه شنطة الفلوس، وبيكون رافي لسه متضايق من فيديا لانه اخد مكانه، وبرشور بيعرفه ان هو سمع ان اخوه فتح مطعم وانه مستعد يشاركه. وبعدها بيرجع شنطة الفلوس لفيديا وبيقول له خليها معاك. وبعد شوية فيديا بيروح يسهر مع اخوه شتيك وبيسيب شنطة الفلوس عنده في البيت. وتاني يوم شتيك بيتصدم لما بيشوف المكان كله متكسر وشنطة الفلوس مش موجودة وشيندا كمان بتكون اختفت. وعلى طول بيتصل بفيديا وبيعرفه على اللي حصل، وفيديا بيروح يقول لبرشور، لكن برشور بيقلب على الوش التاني وبيعرف فيديا ان هو ملوش دعوة بالكلام ده وان شنطة الفلوس لازم ترجع له، وبيأمره ان هو يسلم كل الشغل اللي معاه الرافي ويروح يدور على الشنطة ويجيبها ويرجع. وفي الوقت ده بنعرف ان شيندا هي اللي عملت كل ده وانها هي اللي كسرت البيت وسرقت شنطة الفلوس، وبتتصل بشتيك وبتعرفه ان هي اللي عملت كده علشان تحقق احلامها، لكنها بتكتشف بعد كده ان هي مش سعيدة لانها بعدت عنه، وبتقول له ان هي هترجع البيت ويا ريت يقابلها هناك. ولما شتيك بيروح لها شيندا بتعتذر له وبتترجاه ان هو يسامحها على اللي هي عملته. وعلى طول شتيك بيعرف اخوه فيديا بكل اللي حصل وبيطلب منه يروح له على البيت. واول لما فيديا بيوصل بيكون عايز يضربها، لكن شتيك بيدافع عنها وبيقول له يسامحها وكويس قوي ان الفلوس رجعت علشان ما تخشش في مشاكل. وعلى طول فيديا بياخد شنطة الفلوس وبيرجعها لبرشور وبيبدأ ان هو يحكي له على كل اللي حصل. ولما برشور بيعرف بيطلب منه ان هو يقتل شيندا علشان تكون عبرة لأي حد يتجرأ على سرقته. وبعدها بنرجع للوقت الحاضر وفيديا بيسأل فيكرام لو كان مكانه كان هيختار ايه، هل كان هيختار ان هو ما يكسرش قلب اخوه ولا ما يخسرش شغله مع برشور ويقتلها. وفيكرام بيعرفه ان اكيد اخويا هيبقى اهم من اي شغلانة لان مش هقدر اعوضه تاني. وفي اللحظة دي فيديا بيمسك فيكرام من رقبته وبيقول له ده بالظبط اللي انا عملته، وبيعرفه ان هو خلى شتيك وشيندا يهربوا وان من اليوم ده بدأت الحرب بينه وبين برشور. وبيأكد على فيكرام تاني ان هو ما قتلش صاحبه عباس وان اكيد اللي قتل شتيك هو اللي قتل عباس. وبسرعة فيديا بيهرب وبيختفي من المكان وبيروح على مكان مهجور وبيلاقي بابلو بيتكلم في التليفون، ولما بيشوف فيديا بيقفل وبيقول له ان الشرطة بتدور عليك في كل مكان. لكن فيديا مش بيكون هم كل الكلام ده وبيطلب منه مفاتيح العربية. وبعدها فيديا بيروح يقابل بريا اللي بتكون متعصبة من تصرفاته وبتقول له بسبب تصرفاتك دي عمرك ما هتقدر توصل للي انت عايزه. لكن فيديا بيعرفها ان هو بيحاول يرجع حق اخوه اللي اتقتل على ايد الشرطة من غير اي ذنب، وبينصحها ان هي تروح لفيكرام لانها يحتاجها تساعده في سؤال مهم مش سهل الاجابة عليه. وتاني يوم فيكرام بيروح على شغله وبيتكلم مع الفريق بتاعه وبيسألهم ايه اللي يخلي تشيك وشيندا يرجعوا من مومباي بالرغم ان هم عارفين ان في خطر على حياتهم. واحد من الفريق بيقول له انها رجعت علشان تحضر جنازة جدتها، وفيكرام بيرجع يبص على الصور اللي كانت في مسرح الجريمة. وفي الوقت ده بيكتشف ان في اثار حبال على ايد شيندا وبيفهم انها كانت مخطوفة واكيد مش هي اللي قتلت عباس. وفيكرام بيطلب سجل مكالمات شتيك وبيفهم منه ان شتيك اتصل بعصابة مانو علشان يفتشوا معاه على شيندا اللي اتخطفت اول ما وصلت على المدينة، لانه ما كانش يعرف وقتها مكان فيديا اللي كان مستخبي من برشور ومحدش يعرف طريقه. وده اللي بيخلينا نعرف ان شتيك هو اللي كان مع افراد عصابة مانو، وعشان كده كلهم كانوا مسلحين وهو الوحيد اللي مكانش معاه سلاح. وبعدها فيكرام بيكمل ربط الاحداث ببعضها وبيعرف ان بابلو كان هو المخبر السري لعباس صاحبه. وفي الوقت ده بيقرر انه يروح لبابلو علشان يعرف منه هو شغال لحساب مين، وبيروح هو وفريقه وبيفضلوا يفتشوا في المنطقه وبيضرب فرد من العصابه علشان يعرف اي معلومه منه. وقبل ما فيكرام يتضرب بعمود حديد زميله ديباش هو اللي بينقذه وبيقتل المجرم. وبعدها فيكرام بيرجع على البيت وبيتكلم مع بريا وبيطلب منها ان هي تساعده علشان يقابل فيديا لانه محتاج يعرف منه معلومات مهمه. وبريا بتقوله لو عايز توصل لفيديا روح على مطعم عمه وهو يوصلك ليه. وعلى طول فيكرام بيروح على المطعم وبيتكلم مع عمه، وعمه بيديله تليفونه لما بيرد عليه فيديا اللي بيكون موجود على الخط. وفيكرام بيقول له ان هو مسك واحد من العصابه ولقى في جيبه مفتاح لفندق، ولما راح الاوضه علشان يفتشها لقى فيها مخدرات زي اللي بابلو بيتاجر فيها بالظبط. يعني كل العصابه شغاله لحساب بابلو واللي مقره بيكون نفس المكان اللي فيه جثه شيندا وعباس. وفي الوقت ده فيديا بيضحك بطريقه هستيريه وبيقرر ان هو يروح على مكان بابلو ويخلص عليه هو ورجالته. وفي نفس الوقت ده فيكرام بيتصل بالفريق بتاعه وبيقول لهم يحصلوه على مكان بابلو لان فيديا وبابلو هناك واخيرا هيقدروا يقفلوا القضيه. ولما فيديا بيروح لبابلو بيساله ليه قتلت اخويا وكسرت لي قلبي بالرغم ان اخويا كان بيثق فيك ومأمنك على كل شغله. وبابلو بيقول له انت خدت مكانه وبقيت الكل في الكل وكان لازم انتقم منك واحرق لك قلبك على حاجه بتحبها. وفجاه بيوصل فيكرام للمكان وفيديا بيقرر انه يقتل بابلو علشان يخلص منه. وبعدها بيفضل يضحك وبيقول لفيكرام انا عايز اعرفك ليه عباس اتقتل، وبيبدا انه يحكي له على القصه الثالثه والاخيره. وبنرجع بالوقت ل6 شهور فاتوا وبنشوف واحد بيكون مترشح في الانتخابات
وفيديا بيكون معاه سيف وبينزل على دماغ الشخص ده وبيقسمها نصين، وبعدها بيمشي من المكان ولا كأنه عمل حاجة. وبعدها بيروح لمومباي وبيكون قاعد بيتعشى في مطعم مع شتيك وشيندا، وبيفضل يتريق على شيندا لأنها بتاكل بإيدها الشمال. وبعدها بيوم بيتعارك مع عصابة بارشور وبيخلص عليهم كلهم هو وصاحبه سامو. وفي نفس الوقت ده الشرطة بتكون كلفت فيكرام ان هو وفريقه يقبضوا على فيديا وعصابته. ومن ناحية تانية سامو بيفضل ينصح فيديا ان هو يختفي عن الانظار لان الشرطة هتفضل وراه واكيد هتقتله. وبابلو بيفضل يسخن في فيديا وبيحرضه ان هو يكمل في صراعاته مع الشرطة، لكن في الاخر فيديا بيقرر ان هو يسمع نصيحة سامو وبيبعد شوية وبيختار مكان علشان يستخبى فيه. وفي وقت ما كان في الطريق سامو بيفتح باب العربية وبيحدفوا منها لأنه شاف عربية الضابط عباس وراهم، وبنعرف إن هو عمل كده علشان فيديا يقدر يهرب منهم. لكن عباس بيلحق عربية سامو، ولما مش بيرضى يعترف على فيديا عباس بيقتله. وبابلو بيقول لعباس إن فيديا قدر يهرب تاني وإنه لازم يشد حيله شوية علشان المرة الجاية يقتله. وبيرمي لعباس شنطة فيها 5 مليون روبية. وبنرجع تاني للوقت الحاضر، وطبعا فيكرام بيكون مصدوم من اللي هو بيسمعه، لكنه بيقدر يجمع كل الخيوط ببعضها، خاصة لما بيسمع موضوع الرشوة وبيفتكر لما شاف زمايله كلهم ظروفهم المادية بتتحسن بالرغم من مرتباتهم الضعيفة. وفي الوقت ده فيديا بيهرب قبل ما بيوصل فريق فيكرام، وفيكرام بيتخيل اللي حصل في يوم الجريمة بان الفريق بتاعه هو اللي قتلوا شاندا علشان يوهموه ان هي اللي قتلت عباس علشان تنتقم لجوزها شتيك، لكنهم ما كانوش يعرفوا ان شيندا كانت بتستخدم ايدها الشمال وان المسدس كان في ايدها اليمين، وكمان اثار الحبل اللي في ايديها. كل ده كان بيأكد ان فريق فيكرام هو اللي خطفوها، وبعدين قتلوها وقتلوا عباس اللي ضميره صحي وكان عايز يعترف عليهم وعلى نفسه. وطبعا لانهم كانوا خايفين من الفضيحة فقرروا انهم يخلصوا عليهم بالطريقة الاحترافية دي. وبعدها كل فريق فيكرام بيقلبوا عليه وبيكون معاهم ديباج وبيوجهوا اسلحتهم في وشه، لكنهم قبل ما بيقتلوه فيديا بيظهر وبيقرر انه يقف في صف فيكرام في معركة شرسة، والاول مرة بيتحدوا هما الاتنين لمواجهة عدو واحد هو فريق المرتشين، وبيقدروا ان هما يخلصوا عليهم كلهم. لكن بعدها فيكرام وفيديا بيرفعوا السلاح في وش بعض وبيسيبوا لنا احنا بقى الاجابة على السؤال الصعب، وهو مين فيهم البطل الحقيقي لقصته. وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى ما تنسوش انكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة علشان تتابعوا معايا اقوى وافخم الافلام، واشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.